اشمعنى؟ ليه انا؟ مطلوب منه ان هو يتعامل معاهم بنضجه هو وعدم نضجهم. يعني انا شخص ناضج بتعامل مع ناس مش ناضجه، وبالتالي بقيت انا اللي مطلوب مني اتعالج. فبنسمع جمله هو اشمعنى انا؟ ليه انا اللي اروح لدكتور؟ ده هم السبب. لو زوج وزوجه عندهم الازمه دي، فالزوجه بتيجي او الزوج بيجي والطرف الثاني مش عاوز، فانا ليه انا اللي اتعالج وهو السبب؟ ابن جاي يشتكي من ضغوطات اهله عليه، انا ليه انا اللي اتعالج وهم السبب؟ فهنا احنا بنشبه الموقف بان انا قاعد في السينما وفي واحد قاعد ورايا بيقزقز لب وبيتفتت القشر في قفاه. بغض النظر عن انا ايه الاكشن اللي هاخده ناحيه الشخص ده، بس انا اولا محتاج اشيل القشر الكتير اللي جه في قفايا ده، وبعدين انا اشوف هتصرف معاه ازاي. وبالتالي فالناس اللي حواليا بعدم نضجهم وعدم وعيهم بيضغطوا عليا طول الوقت. انا المأذي، انا اللي بتعرض للصعوبات، هم بالنسبه لهم تمام. فبالتالي اذا كنت انت عاوز تتخلص من موقف انك قاعد في السينما واللي وراك بيعمل فيك كده، فانا اولا محتاج اخد موقف مع نفسي، ثم ابدا اتعامل معاه وفقا لامكانياته العقليه هو ونضجه النفسي هو. ببساطه اكتر انت المأذي، فلو مش انت اللي خدت خطوه هو مش هياخدها، هو تمام. فليه انا اللي اروح للدكتور؟ لان انت اللي عايز حياتك تبقى احسن. ليه انا اللي ابذل مجهود اكتر؟ عشان انت اللي عاوز حياتك تبقى احسن، وانا كثيرابيست بساعدك انك تحقق ده باسهل طريقه ممكنه في ضوء الصعوبات اللي حواليك.